ليش يسمونه الفقاع ومن وين جت أصلاً؟ والبداية مع هداية. تعرفون إن هاي الحبة الصغيرة عمرها أكثر من 700 سنة، وتخيلوا إنها سافرت من الهند، عبرت على إيران، ووصلت لتركيا واليونان. وفي ناس يسمونه اللقيمات، بعض الناس يقولون لقمة القاضي، بس نحن في الإمارات نسميه الفقاع. بس سألت نفسك ليش قالوا لقمة القاضي؟ القصة المشهورة تقول إن في بغداد العباسية كان القاضي ياخذ لقمته من هاللقيمات كنوع من الأجر، عشان شي سموه لقمة القاضي. بعدين سافرت اللقيمات للأراضي العثمانية وأصبحت اسمها لقمة، ووصلت لقبرص واليونان وصارت اسمها لقمديس. بس ليش هنا يسمونها الفقاع؟ لأن لما يقلونه في الزيت ينتفخ ويتفقع ويطلع صوت يقرقع. وسؤالي لك، شو تسمي اللقيمات بلهجتك؟ وشو نكهتك المفضلة عليها؟ لا تكون من الناس اللي يحبون ذيه بالكراميل. باي.